وصفتنا النهاردة وصفة الذهب الأبيض. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وهي بنطبخ مع حنان، وده ذهبنا الأبيض الجميل اللي ما نقدرش نستغنى عنه أبدا أبدا. الأيام دي تفريز الذهب، بقول الذهب هو ذهب فعلا. الأيام دي تفريز التوم في الفريزر، هنفرزه بطريقة حلوة أو صحية وما يحصلوش أي حاجة. وكمان هنستغل منه وكمان هجفف لكم منه. هنعمل التوم البودر أحلى من الجاهز مليون ألف مرة، وبحاجة احنا بنرميها. طيب يلا بينا. تعال انا قشرته طبعا عشان ما اطولش عليكم. قشرته ومظبطاه كده زي ما انتم شايفين. ببقى بقشره وببقى ماسكاه بفوطه ومسحاه زي الفل. طيب بروح ماسكه الراس بقى، شايله العيدان، باخد منها كده ايه العود، باخدها هجيب لكم برده العود دلوقتي وانا بقطعه. هاخد العود ده هخليه برضه هفرمه لوحده اهو. تاني اهو دي الراس، بقول لكم اهو دي الراس. وبفتحها كده، عايزه افتحها عشان اقشرها، لا هقطعها من النص. هعمل ايه؟ هاخد طبقه الورقه دي، مش هرميه، دي الذهب الابيض بتاعنا. وبشيل اي جزء فيها، لو فيها اي جزء تلاقيه كده ايه ناشف شيليه. اللي لو في النص في عندك في عصايه كده في النص بتبقى ناشفه شيليه. ما فيهاش هو لا، كنت جايباه طري ما فيهوش. بصي بتشيلي الطبقه، هي ورقتين اتنين في كل راس طبقه، وتلاقي الورق وتلاقي الفصوص، وبعد كده تشيلي الفصوص تلاقي ورقه تانية. على حسب بقى ما هتلاقي التوم انت جايباه ازاي اهو. العيدان دي برضو هفرمها، انتوا عارفين طبعا هفرمها كده وخلاص، مش هحط عليها فلفل. لو عايزين تحطوا عليها فلفل حطوا، انا ما كانش عندي. طب بصوا اهو ادي طبقه. بص بتحوش الفصوص، بتاخديها ما بقشرهاش ولا اي حاجه. وخلاص كده خلص بقى الكميه بتاعتي كلها عشان ما اطولش عليكم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. يلا هنعمل ايه بقى؟ هناخد الورق ده الاول على ما انا افرم التوم وافرزه. اكون قشر التوم بتاعي جففته. هجففه ازاي؟ هقول لكم اهو. بصوا ده قشر قد ايه ما شاء الله. قعدت واحده واحده كده عليه، وقعدت عملت كوبايه شاي بقى بعد الفطار، وقعدت قشرته زي ما انتم شايفينه بالمنظر ده. بيبقى ريحه، انا بحب ريحه التوم وهو بيبقى مبسوطه، بس بيبقى ريحته سوري، بيبقى ريحته عاليه قوي بصراحه يعني، بس انا بحبه برضه. انا كده دخلت التوم على درجه حراره 150 في الفرن الرف الوسط، وشغلت له برضو المروحه، ما بياخدش نص ساعه. طيب التوم فرمته الاول. لما حطيت بقى خدت اللي هو الراس مش العيدان، والعيدان برضو هعملها نفس القصه، بس مش هصورها معاكم. انتوا شاطرين ورؤساء القسم عشان ما اطولش بس على بعضنا الفيديو. طيب اهو حطيت بقى ايه، حطيت على كل نص كيلو حطيت 3 معالق زيت. يعتبر كده 3 معالق زيت بعد ما فرمت الاول فرمه الاول عشان يتفرم معايا. في بوكس بقى، في علبه، في كيسة، اللي يريحك خزنيه. بس اول ما تخلصي كل واحدة خلصيها كده، مش تستنيش تخلصي بقى الكمية وتسيبيه، لا اول ما هخلص هبطبط الكيسة اهو معاكم واحدة واحدة على الفريزر على طول. ما تطلع ما تسيبوهوش يعني، انا ما سيبتش. انا بص هخلص اللي انا هعمله هدخله على طول على التلاجة على طول اهو. حطيت الكميه بتاعت اللي انا هبقى احتاجها، وفي الكيسه بقى بتروح قطمه كده منها ما بتعوزي، او عايزه تخططيها كده ايه مكعبات مفيش مشكله. بطبطها كده كلها ما شاء الله. خلصت وعملت الاخضر نفس القصه، بس الاخضر حطيت له ملح. اللي هو العيدان الخضراء دي عملتها برضو فرمتها، وسبت منهم من الابيض كده ايه يعني حبه صغيرين عشان يديله طعم. تمام تمام. خلصت الكميه بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. هحطه في بوكس عشان ما يعملش ريحه، مهما برضو عشان احنا مش قافلينه. التوم خلاص اتجفف معانا وبقى بالمنظر ده، وشايفين عامل ازاي. اي بقى قطعه تلاقيها كده مخضره شويه، معرفش ليه في ورق كده صغير بيبقى تلاقيه مخضر، ارميها. الورقه اللي تلاقيها صفرة الحلوه الكهرمان الذهبي دي، خلاص ده ايه، ده الذهب بقى، ده الذهب الاصفر اهو. بصوا بقى بصوا الجمال. حاجه بنرميها اوعي ترميها تاني ابدا ابدا. بصوا هنجففه احلى من اللي بنشتريه مليون مره. ريحته جميله جميله قلب الدنيا، ريحته بجد. القشر ده هما بيعملوه كده اهو. حطيت بقى معلقه ملح على المفرمه عشان يفرم، بس عشان يفرم. وهفرم واصفي اخلص بقى الكميه كمان، وكده نبقى عملنا برضو التوم بتاعنا جميل برضو. خلاص بص مش طالع حاجه ليه، محمصاه حلو، مهدياله للفرن. وسيبته في الفرن بعد ما اتحمص ولقيته خد لون، رحت سايبه طافيه الفرن وسايباه. بصوا بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. عملنا كميه حلوه قوي قوي. ده بتقعد كتير جدا جدا عندي، ولا تخشب ولا تروح عامله زي ما بنروح نشتريه من بره. اول ما تجيبيه وشويه اسبوع واسبوعين ما عدتش بشتريه والله، الاقيه في حاجات كده مش حلوه
خالص ولا ايه، لا لا ملوش ريحه، لا ده جميل قوي قوي. ان شاء الله نعمل تاني باذن الله. شايفين الجمال. بحبكم كتير قوي قوي قوي. صباح الفل وصباح الهنا وصباح السعاده. انا عارفه ان انتوا الايام دي عايزين تعملوا الكحك، بس ما نقدرش نستغنى برضه عن عن الذهب الابيض. اشوف وشكم بخير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.